الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل البيت مثابة للناس وأمنا، ووعد من حج واعتمر حجا مبرورا جزاء هو الجنة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله قال في حجته التي حجها وما حج قبلها وما بعدها، وقف على صعيد عرفات ينادي الدنيا كلها ويعلم الأمة شخوصا دروسا ويقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبالفعل حصل. خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم في أعظم رحلة في هذه الدنيا، رحلة العبد إلى ربه، رحلة تخرج فيها القلوب المؤمنة لتطأ أماكن تنزل فيها القرآن وخطى عليها خير إنسان، لتستلم الحجر الأسود وتطوف حول الكعبة، لتسعى بين الصفا والمروة، لتقف على صعيد عرفات، لترمي هناك الجمرات، لتعود وقد غفرت لها السيئات. رحلة الحج رحلة ورحلة، رحلة خرجت فيها من بطن أمك عريانا وكساك أهلك من اللفائف ألوانا، ثم صرت تسعى في الحياة إلى أن جاء ميقات الله فعاد العريان عريانا ولبس للقاء الله أكفانا، ثم وقف العباد ليودعوه إلى رب العباد، ولا لقاء إلا يوم الميعاد. رحلة تقصد فيها القلوب بأشواقها غفران ورحمة ربها، رحلة القلوب إلى علام الغيوب. رب العالمين تبارك وتعالى يضع لنا بيتا يضعه للناس لتقف هناك فتسكب العبرات، فإذا اطلع ربك على عينك الدامعة ونفسك الخاشعة قبل ذنبك، قبل عذرك، وغفر ذنبك، وجبر كسرك، وأرسل ملكا يضع يده على كتفك يقول لك يا ابن آدم اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. يقف إبراهيم الخليل في المكان الذي وضع فيه حبيبه، تتعلق به هاجر: يا إبراهيم لمن تدعنا؟ فلا يجيب.
يا إبراهيم لمن تدعنا؟ فلا يجيب، فتنظر إليه وتقول الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا، الذي أمر هو الذي تحمل، وطالما تحمل فعلى الله الوفاء. فيخرج إبراهيم الخليل عليه السلام ثم يدعو العزيز العلام إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يقول العلماء في هذا إن الخليل ما طلب قوالب ولا أجساد، وإنما طلب القلب والفؤاد، ولا بد حتى تهوي القلوب أن تحلق في سماع الإيمان، فمن لم يحلق بقلبه في سماع الإيمان لن يهوي الفؤاد إلى بيت الرحمن. لا بد أن تتجرد من هذه النفس الدنية التي تربطك بالطين، أن تتجرد لله رب العالمين. ولذلك تجد أمرا عجيبا. إبراهيم الخليل عليه السلام حين يرفع القواعد من البيت يقول له ربنا عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فيصعد الخليل على الصفا كما ورد في الرواية فينظر يمينا ويسارا فلا يرى كثير خلق، فيقول أي ربي إن أذنت وأين يبلغ صوتي؟ قال يا إبراهيم أنت المؤذن والبلاغ على الله، أنت تؤذن والذي يبلغه هو الله. أذن علينا البلاغ. فيرفع الخليل عليه السلام صوته أيها الناس إن لله بيتا فحجوه، يؤذن بالحج. تقول الرواية فيحمل الجليل الكلام فيبلغ كل الأقطار فيسمعه من في الأرحام ومن في أصلاب الرجال، الكل يسمع، فمن سمع لبى، ومن لبى مرة حج مرة، ومن لبى مرتين حج مرتين، ومن زاد زاده الله، ومن لم يلب حرم من الحضور عند بيت الله. أذان سمعناه قديما ونحن في أصلاب آبائنا، ومن حضر ذاك الزمان في الأرحام سمع نداء إبراهيم عليه السلام، فمن لبى في العام الذي بعده إذا بالحجيج يتوافدون على بيت الله الحرام، لأن الذي أسمعهم رب البيت العزيز العلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزمان يقول أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فيقوم الأقرع بن حابس ويقول أكل عام يا رسول الله؟ فيسكت الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة، ثم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني وما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يروي عنه الطبراني حديثا يقول فيه جاء رجل من الأنصار ورجل من ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليه الأصل في كل لقاء سؤال
وجواب. أما أن تعلم الجواب قبل السؤال فليس هذا إلا للحبيب صلى الله عليه وسلم. يجلس الأنصاري والثقفي فيقبل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن شئتما سألتما وأجبت، وإن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر بالسؤال وبجواب السؤال. من الذي أعلمه بهذا؟ الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. وقال الأنصاري: أخبرنا يا رسول الله. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمرات وما لك فيه، وعن نحر هديك وما لك فيه مع الإفاضة. يسأل عن ماذا؟ عن الحج من أوله إلى آخره. ماذا لي في كل منسك من مناسك الحج؟ يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، أي تقصد البيت الحرام، وما لك فيه من أجر، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، عن سعيك بين الصفا والمروة وما لك فيه، عن نحر هديك وما لك فيه مع الإفاضة، عن رميك الجمرات وما لك فيه، بترتيبها كما ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم وكما علمها للناس. فوقف الأنصاري وقال: والذي بعثك بالحق نبيا لعن هذا جئنا نسألك. هذا الذي في قلوبنا، لأن القلوب كتاب مفتوح يعلم ربك ما فيه، ويعلم ما سيكون فيه قبل أن يكون فيه، ويعلم ما كان فيه ولو رفع منه. يعلم ما كان وما يكون. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم له: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فلا ترفع راحلتك خفا ولا تضعه إلا رفعك الله به درجة وحط عنك به خطيئة. فإذا كنا في زمن ليس فيه خفاف فقدر الخطوات ترفع بها الدرجات، وما ذلك على الله بعزيز. عد كل خطوة وأحصاها، ثم جاء يوم القيامة لمن خطى فوفاها، لأن الله عز وجل عليم. سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه، ولد مولانا الإمام الحسين عليه السلام، حفيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حفيد الزهراء سيدة نساء العالمين عليه السلام. إنما قلت لك من هو لتعرف مكانه، وأقول لك حديثا ورد فيه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش: ليقم زين عباد الدنيا فكأني بعلي ولد ابن الحسين هذا يقوم منفردا من بين العالمين لا يقوم غيره. سيدي علي
زين العابدين رضوان الله عليه، هذا هو. كان إذا لبس ملابس الإحرام اصفر وجهه وارتعد بدنه، فقالوا له: قل لبيك اللهم لبيك. قال: أخاف أن أقولها فأنادى لا لبيك ولا سعديك. فإذا قالها خر مغشيا عليه، فيفيقونه بعد تعب. قلوب غلبت عليها خشية الله، قلوب علمت جلال الله فعظمت. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا خرج بنفقة حلال ووضع رجله في الغرز، وضع رجله على الراحلة التي يرتحل عليها، طائرة أو سيارة أو سفينة أو أيا ما كانت، ثم قال: لبيك اللهم لبيك، نودي من السماء: زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مهزور. بر حجك ورضي عنك ربك. فإذا خرج بنفقة حرام، وقدما قالوا: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذا خرج العبد بنفقة حرام، عافانا الله وإياكم ووقانا وإياكم مخرج الحرام، ووقانا وإياكم النفقة الحرام. إذا خرج بنفقة من حرام ووضع رجله في الغرز وقال: لبيك اللهم لبيك، نودي من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مهجور. وأما، نعود إلى حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل. وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة من بني إسماعيل. وأما وقوفك عشية عرفة ماذا له فيه؟ ماذا لمن وقف عشية عرفة؟ أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والسداد والغنى في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نسألك أن تكتب لنا حاكم بيتك الحرام وزيارة روضة نبيك المختار، وأعطي كل منا سرا إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على النبي الهادي الإمام، عالم الأعلام ونور الظلام، إمام الأئمة وهادي الأمة وكاشف الأمة، أخرج الناس من ظلمات الجهل والطغيان إلى نور الحق والإيمان، وكفى به هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه قد أفلح من اتقاه، ولا تعصوا ربكم فإنه قد خاب من عصى مولاه. وبعد، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل ولنا معه: وأما وقوفك عشية عرفة
فإن الله يتجلى إلى سماء الدنيا ويباهي بالواقفين على عرفات الملائكة ويقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا طاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم يقول للواقفين على صعيد عرفات أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم أفيدوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. رجل من سلفنا يسمى محمد بن المتوكل يقول كنت في سنة من السنوات على صعيد عرفات فغلبتني عيني فنمت فرأيت ملكين نزلا من السماء يقول أحدهما للآخر أتدري كم عدد الحجيج هذا العام؟ فقال له 600,000. فقال له أتدري كم عدد من قبل منهم؟ قال 6. الذين حجوا كما فعل النبي والتزموا بأدب النبي 6. يقول فقمت وبي من الغم والهم ما لا يعلمه إلا الله وقلت ومن أنا في 6؟ يقول فلما طفت طواف الإفاضة غلبتني عيني فرأيت الملكين هما قد نزلا بهيئتهما يقول أحدهما للآخر أتدري ماذا قضى ربنا اليوم؟ قلت قضاء ربنا كله خير. قال لقد وهب لكل واحد من 600,000 وقبل الجميع. ترى الله لا حد له وفضل الله لا حد له. موقف يقوله محمد بن الموفق يقول حججت 33 حجة فلما كنت على عرفات رفعت يدي إلى السماء وقلت اللهم إني قد حججت 33 مرة وإني أشهدك أني قد جعلت واحدة عن فرضي وواحدة عن أبي وواحدة عن أمي ووهبت 30 لمن وقف موقفي هذا ولم تقبل منه. يحج 33 حجة. مولانا الإمام الحسن رضوان الله عليه وعليه السلام حج 25 حجة ماشيا على قدميه وركائبه تقاد بين يديه. فلما كبر عبد الله بن العباس قالوا هل ندمت على شيء فيما مضى من عمرك؟ قال ندمت على أني ما حججت في شبابي ماشيا. ندم على هذه. فلقد رأيت الحسن بن علي يحج ماشيا من المدينة إلى مكة ونجائبه تقاد بين يديه. له ركائب تقاد بين يديه غير أنه تجرد لله ماشيا. محمد بن الموفق يحج في السنة 33 فيقول هذا الكلام قل له يا ربي واحدة عني عن فرضي وواحدة عن أبي وواحدة عن أمي. يقول فغلبتني عيني فسمعت هاتفا ينادي علي يا ابن الموفق أتتكرم على الكريم؟ أتجود على من خلق الجود؟ لقد غفر الله لمن وقف بعرفات قبل أن يخلق عرفات ب20,000 سنة.
عطاء عظيم وفضل كبير وخير كثير. وأما نحرك فمذخور لك عند ربك لا يعلم جزاءه إلا الله. وأما حلق رأسك فلك بكل شعرة حسنة. وأما طوافك بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب عليك، يرسل الله ملكا يضع يده بين كتفيك يقول لك يا ابن آدم اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا ولا تصرفنا يا مولانا من هذا المكان إلا مغفورا لنا أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وألحقنا بهم على الإسلام والإيمان غير فتانين ولا مفتونين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسلامة وإسلام وسائر بلاد المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. هذا والله أعلم وأعز وأكرم وبه الهداية ومنه التوفيق. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جدها الكريم أفضل الصلاة والسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.